مساء الفل. عارف لما تحس إن فريقك بيلعب ب15 لاعب والمنافس مش عارف يلاحقك؟ تلاقي اللاعب معاه الكورة يبص يمين يلاقي زميله، يبص شمال يلاقي التاني، كأن الملعب متفصل ليهم. السر مش في السحر، السر في مصطلح واحد اسمه الزيادة العددية. النهاردة هنشرح بالورقة والقلم ومن منظور تحليل الأداء الحديث إزاي المدربين الكبار بيخلقوا التفوق ده في كل حتة في الملعب. جهز قهوتك واعمل متابعة ويلا بينا نبدأ التحليل. يعني إيه زيادة عددية أصلا؟ ببساطة الزيادة العددية أو الأوفرلود هي إنك تخلق موقف في منطقة معينة من الملعب يكون فيه عدد لعيبتك أكبر من عدد لعيبة المنافس، يعني 2 ضد 1 أو 3 ضد 2 مثلا. الهدف منها نفتح مساحة، نخلخل تكتل ونخلي المدافع دايما في حيرة. أروح مع اللي معاك كورة ولا راقب اللي بيتحرك في ظهري؟ المرحلة الأولى للزيادة العددية بتكون في البيلد أب. زمان حارس المرمى كان وظيفته يصد بس، دلوقتي في التحليل الحديث الحارس هو اللاعب رقم 11. القاعدة لو المنافس بيضغط ب2 مهاجمين بنزل لاعب ارتكاز أو بستخدم الحارس عشان نبقى 3 ضد 2، ودي بنشوفها كتير مع إيدرسون أو أليسون. أول ما الحارس يدخل في اللعب انت حرفيا بوظت ضغط المنافس من أول لمسة. المرحلة الثانية نص الملعب والهاف سبيس، دي بقى منطقة العمليات. المدربين زي جوارديولا وتشابي ألونسو بيعشقوا حاجة اسمها الممرات الداخلية أو الهاف سبيس. الزيادة الوهمية لما الجناح يضم لجوه والباك يطلع لبره ولاعب الوسط يتقدم، فجأة تلاقي نفسك عملت مثلث على باك المنافس. وهنا بيجي دور صانع الألعاب اللي بيسقط عشان يسحب معاه مدافع ويفتح مساحة لزمايله اللي جاية من تحت. المرحلة الثالثة التلت الأخير، هنا بقى الكلام على وجع الشباك. ازاي بتعمل زيادة عددية قدام الجون؟ الباك يطير ويعمل اوفرلاب عشان يجبر المدافع يسيب مكانه. القادمين من الخلف، دي اللعبة اللي بتجنن أي دفاع، إنك تملى البوكس ب4 أو 5 لعيبة في وقت واحد فالدفاع يتشتت وما يعرفش يمسك مين ولا مين. وعلى فكرة الزيادة العددية مش بس في التنظيم الهجومي، في حاجة اسمها كونتر اتاك اوفرلود. أول ما تقطع الكورة لازم تعمل سبرنت مفاجئ ب3 لعيبة في وقت واحد عشان تضرب ال2 مدافعين اللي باقيين من المنافس، ودي بنسميها سرعة التحول لخلق التفوق. من الآخر الكورة دلوقتي ما بقتش مجرد مهارة، الكورة بقت شطرنج. اللي يقدر يحرك قطعة صح ويخلق زيادة عددية في الوقت والمكان المناسب هو اللي بيكسب في الآخر. قولولي في الكومنتات مين أكتر فريق بتشوفوه بيطبق الزيادة العددية بذكاء، واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. سلام.